إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى ولا لحاجة به إليهم، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا مهملا لا يؤمر ولا ينهى. قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقهم ليتقوه ويعبدوه، وأمرهم بهذا الأمر العظيم، وبعث الرسل بذلك